فلسطين في الفرحة المنتخب المغرب والجماهير في كل مباراة صار شعار الوحدة لجماهير المغرب التي هم من دول مختلفة. يعني اليوم جماهير الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الأفريقية يدعمون منتخب المغرب في هذه المرحلة مع شعارهم الجميلة هو علم فلسطين. وأنا أعتقد هذا الثقافة الإسلامية يوحد هذا الشعب، يوحد هذا الجماهير، ويوحد هذا المنتخب حتى يصل إلى هذا الإنجاز الكبير الفريد حتى اليوم. وأعتقد أنه حتى لو المغرب يخسر حتى في هذا النصف النهائي وما يصل إلى النهائية، هو ضامن يعني نهاية الأمر هم ثبتوا في التاريخ، يعني هذا يبقى في التاريخ وما أحد الرابعة أو الثالثة أو الثانية. طبعا نتمنى نحن الوصول إلى الكأس الأغلى طبعا، وهذا في ديال قطر يبدو يعني أن يحصل إنجاز تاريخي. يعني يعني ما ينسى المغرب ال 22 ما ينساه أحد في تاريخ كأس العالم ولا مرة ولا يمكن. وأيضا مونديال قطر بالذات لن ينساه أحد أبدا، من ناحية التنظيم، من ناحية الفرق، من ناحية المفاجآت، من كل شيء. وكم جميل أن هذا المغرب المعجزة هذا الكبيرة يكون في مونديال قطر في دولة إسلامية عربية في الشرق الأوسط. يعني أحلى صورة ممكنة للعالم الإسلامي والعربي والجماهير المحبين لكرة القدم في الدول الإسلامية. كان هذه الصورة كان أجمل صورة ممكنة. جيد جدا كابتن محمد جواد.